اهلا بيكم. النهارده هتبقى حلقه جامده قوي ان شاء الله، هنتكلم فيها على 2 ابديتس من BYD مهمين جدا، وازاي فرق القياده الذاتيه باستخدام تقنيه الكاميرات وتقنيه الليدر، والفرق بين السنسورز واسماء السنسورز الكتيره اللي بتبقى موجوده في العربيات. عايزكم تستعدوا وتركزوا لان الفيديو ده ممكن يغير نظرتك تماما للقياده الذاتيه. يلا بينا. عشان نفهم القيادة الذاتية أو الأوتو بايلوت بيشتغل إزاي في العربيات الكهرباء والعربيات الحديثة، لازم نعرف الفرق بين 4 سنسورز مهمين جدا في العربية، وإزاي كل سنسور بيشتغل، وإيه الداتا اللي أنا بحتاجها من السنسور ده. أول نوع فيهم هو المليمتر ويف رادار، وده اللي بيطلع الإلكترومagnetic ويفز، وده مهمته إن هو يحدد سرعة الأجسام والمسافة ما بينها. بيتميز إن هو بيقدر يقيس على مسافات طويلة، ممكن 30 متر ولحد حتى 200 متر، وبيقيس بزاوية ضيقة. وتاني واحد هو الالترا سونيك سنسور، وده بيطلع موجات صوتيه اللي هي الساوند ويفز، بتبقى عاليه التردد، وده ميزته في الاماكن الضيقه. واكبر مثال عليه هو الاوتو بارك، وبيمتاز ان هو بيقدر يقيس بوايد انجل كبيره من 50 ل 70 درجه، وبيقدر يقرا المقاسات من اول 0.1 متر لحد 0.5 متر او نص متر. فعشان كده لما تبقى الزاويه كبيره ويقدر يقرا من مسافات قريبه جدا، فهو احسن ابلكيشن ليه هو الركنات، او في الحتت الضيقه هو الوحيد اللي هيقدر يقرا معايا. وتالت حاجه معانا هو الليدار، وايوه مش رادار، عشان في فرق كبير ما بينهم جدا. وده بيستخدم اشعه الليزر ان هو يرسم خريطه 3D بدقه عاليه جدا بالحاجات اللي حوالين العربيه. ورابع حاجه والاخيره وهي الكاميرات، وطبعا كلنا عارفين ايه هي الكاميرا. والكاميرا دي بتبقى في العربيه زي عين البني ادم بالظبط، والكاميرات دي بتفضل بتسجل والعربيه ماشيه، وعلى حسب الداتا اللي بتخش للكاميرات بيتم تحليلها، والعربيه بتاخد الاكشن بعد كده عليه. ومعظم عربيات الكهرباء تقريبا فيها معظم السنسورز دي. وعايز اوضح نقطه، انت ممكن تلاقي عربيه فيها كل انواع السنسورز دي، واحد بياخد قرايات قريبه، واحد بياخد قرايات بعيده، في حاجات هتقدر تشوف في الضلمه، في حاجات محتاجه نور، وهكذا. كل حاجه بتكمل بعض، كل السنسورز دي بتكمل بعضها. متهيألي دلوقتي انت لو رايح تجيب عربيه كهرباء والبياع يجي يقول لك العربيه دي فيها يا فندم 12 الترا سونيك سنسور، العربيه دي يا فندم فيها مليمتر ويف رادار 5 يا فندم مش 6، فيها كاميرات 360، فانت دلوقتي عرفت كل حاجه بتعمل ايه وانت فاهم، ومحدش هيضحك عليك. تاني حاجه هنتكلم فيها عن تجربه عبقريه من يوتيوبر اسمه مارك روبر. تعالوا نشوف. الراجل ده عمل 6 اختبارات بيختبر فيها التكنولوجيا المستخدمه في القياده الذاتيه في عربيات تسلا. وبالمناسبه هي بتعتمد الاعتماد الاكبر على ال8 كاميرات اللي في العربيه، والقياده الذاتيه اللي في العربيات التانيه بس اللي بتستخدم تكنولوجيا الليدار. السيناريو الاولاني او الاختبار الاولاني هو جاب ملكان على شكل طفل، حطه كهدف ثابت في نص الطريق، وبدأ يتحرك عليه بالعربية اللي بتستخدم تكنولوجيا ليدار. والعربية بالفعل قدرت تحدد الهدف وتقف قبل ما تخبطه بكل سهولة. ونفس الكلام عمله تاني مع العربية التسلا بعد لما شغل خاصية الاوتو بايلوت، والعربيتين قدروا يقفوا وينجحوا في اول اختبار. تاني سيناريو لما خلى الطفل بيتحرك من ورا عربية راكنة وبيطلع مرة واحدة، وباستخدام الليدار والعربية التسلا الاتنين قدروا يقفوا من غير ما يخبطوا الطفل، ونجحوا في الاختبار التاني. يبقى لحد دلوقتي كله تعادل. السيناريو التالت وهو الضباب، وهو قدر يعمل كده بان هو يعمل دخان يمين وشمال، فايه بيحاول يحجب الرؤية عن الهدف. العربية اللي بتستخدم تكنولوجيا الليدار قدرت تحدد مكان الهدف او المكان الطفل، وقفت بدون ما تشوفه. بس العكس حصل في عربيات تسلا، لان العربية بتعتمد على الكاميرات، فهي ما قدرتش تشوف الطفل من وراء الدخان. السيناريو الرابع هو سيناريو المطره. العربيه اللي فيها الليدار واجهت صعوبه برضو في انها تحدد الهدف، لانها فرملت متاخر، بس في الاخر هي ما خبطتش الطفل. اما العكس تماما برضو حصل تاني، العربيه التسلا ما شافتش اي حاجه ودخلت شالت الطفل. السيناريو الخامس، وهنا بيسيميليت كانك ماشي على طريق سفر رايح جاي مثلا، وجاي في وشك عربيه تريلا نورها جامد قوي انت مش شايف اصلا، وهنا العربيتين عدوا بنجاح ومفيش عربية خبطت الطفل. الاختبار السادس والاخير ان هو عمل حيطة مزيفة من الفيل نفس شكل الشارع، وهنا قصده ان هو يخدع الكاميرات برضه. وفي الاختبار ده نجحت تكنولوجيا الليدار انها تقفش ان ده حاجز مش طريق، اما تسلا دخلت في الحيطة خرمتها ولا شافت اي حاجة. والملخص ان تسلا عدت من 3 اختبارات من اجمالي 6 اختبارات، وده يدل على حاجة ان الكاميرات هتتعامل معاملة عين البني ادم،
اللي مش شايفاه هي مش عارفاه. التجربه اثبتت ان الليدار اكتر دقه وامان في الظروف الصعبه. اما اعتماد تسلا في تحليل الصور ممكن تسبب اخطاء قاتله في بعض الحالات. وتالت حاجه هنتكلم عليها النهارده، هنتكلم على واحد من الابديتس المهمه جدا اللي اعلنت عنها BYD في الشهر الاخير ده. BYD اعلنت على نظام جديد سموه جادز اي، استغفر الله العظيم يا رب. والنظام ده علشان يركز على القياده الذاتيه في العربيات بتاعتهم. النظام ده هيبقى متاح حتى في العربيات اللي عندهم رخيصه زي السيجل، بس هم قسموه لثلاث درجات، هيختلف من موديل لموديل او سعر العربيه، يعني الرينج العربيات الرخيصه، رينج العربيات المتوسطه، ورينج العربيات الغاليه. اول ليفل واسمه جادز اي سي ليفل، وده هيبقى الستاندرد اللي هينزل في اي عربيه، وده هيبقى موجود في الموديلات الاقتصاديه زي BYD سيجل، وهيبقى مكون من كاميرات والتراسونيك سنسور مليمتر ويف سنسور. ودي زي ما بيقولوا كده تبقى الباكج الاساسيه في اقل عربيات في BYD. وتاني واحده سموها جادز اي بي ليفل، وهنا بيضيف سنسور الليدار على بقيه السنسورز اللي في الباكج اللي قبل كده، وده بالفعل بقى متطبق في عربيات زي الهان ال والتانج ال اللي لسه نازلين. وتالت واحد وهو اعلى واحد جادز اي اي ليفل، وده بيزيد عن اللي قبليه ان هو حط 2 كمان ليدار سنسورز، يعني بقى فيه 3 ليدار سنسور غير بقيه طبعا السنسورز اللي احنا قلناها قبل كده. واضافوا كمان عليهم معالج قوي جدا من شركه انفيديا، من اكبر الشركات اللي بتصنع المعالجات اصلا اللي بيستخدموها في AI. بس اخر واحد ده هم قالوا ان هم هيستخدموه في العربيات الفارهه او اغلى عربيات في BYD زي موديلات يانج وانج او دينزا. والملخص من الابديت ده ان BYD هتخلي عربيه ثمنها 10000 دولار زي السيجل دي هيبقى فيها قياده ذاتيه او الاوتو بايلوت. رابع نقطه النهارده والاخيره، وهو تاني ابديت من BYD، من اهم الابديتس اللي قلبت الدنيا وكل الناس بدات تكتب عليها وكل الصحف، وهو محطات الشحن اللي اعلنت عنها BYD، واللي هتقدر تشحن العربيات بقوه 1000 كيلو وات. وعشان اقدر اوصل لك حجم الخبر وقوته، انا عايز اقول لك ان معظم المحطات عندنا هنا في مصر بتبقى حوالي 50 كيلو وات. يعني انت لو بتاخد عربيتك الكهرباء وقاعد في البنزينه وعايز تشحنها من 10% ل 80%، هتاخد في حدود من 40 دقيقه لساعه على حسب نوع العربيه وحجم البطاريه. ده قوه الشاحن 50 كيلو وات. انا بقول لك دلوقتي هم عملوا شاحن 1000 كيلو وات، وقالوا انه بالشواحن دي تقدر في 5 دقايق بس تاخد مسافه 400 كيلو متر تمشيهم بالبطاريه. اول 500 محطه هتبتدي الشغل من اول ابريل 2025، وبعدها هيبتدوا ينشروا اكتر من 4000 محطه في الصين كلها. وسموا المحطات الجديده دي ميجا وات فلاش تشارجر. وبكده النهارده خلصنا الفيديو بتاعنا، واتمنى اكون قدرت افيدكم وقدرت اوصل لكم المعلومات بطريقه سهله. وحابب تقولوا لي رايكم في الفيديو. كان معاكم محمد الصاوي، واحنا هنا في اينوكس بنتكلم على اي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجي، واشوفكم في فيديوهات جديده ان شاء الله.